الست دي كانت شغلها دايما دقيق ومنظم، بس في حياتها الشخصيه كانت عكس كده تماما. اوضتها كانت شبه الزباله حرفيا، كانها مقلب قمامه. كانت فاكره ان حياتها هتفضل كده على طول، لحد ما فجاه اهلها اتصلوا بيها وقالوا لها احنا جايين بكره نزورك وعايزين نشوف اوضتك. الست ما كانتش مصدقه. قبل ما حتى تلحق ترفض او تقول اي حاجه، اهلها قفلوا السكه. قعدت تبص حوالين الاوضه وقالت لنفسها مستحيل انظف كل ده في يوم واحد. ساعتها افتكرت ان في زميلها في الشغل كان قايل قبل كده انه بيعرف ينظف كويس جدا. على طول كلمته ودعته يجي يساعدها، والمفاجاه انه فعلا جه ومعاه معدات تنظيف احترافيه. قالها بثقه بصي، تنظيف الاوضه ليه 3 خطوات: 1 نطلع كل حاجه من الاوضه، نجهز كرتونتين كبار. 3 نفرز الحاجات اللي محتاجينها واللي مش محتاجينها. الخطوه دي كانت صعبه عليها جدا، لانها دايما بتحس انها مش عايزه ترمي اي حاجه حتى لو قديمه. بس بعد ما خلصوا الفرز، الاوضه بقت نظيفه لدرجه انها ما صدقتش ان ده نفس المكان. قالت بدهشه انا حتى نسيت شكل الارض كان عامل ازاي. اخر خطوه كانت التنظيم. الترابيزه عندها كانت مشكله، بتاكل عليها وتشتغل عليها وتحط مكاجها كمان. الراجل نظفها ورتب كل حاجه وما بانش عليه اي تعب، بالعكس كمان عمل رز مقلي للافطار. الست اتاثرت جدا، خصوصا لما سالها ينفع اطبخ لك بكره كمان؟ فابتسمت وقالت له اكيد بكل سرور. تاني يوم لما اهلها دخلوا الاوضه مصدقوش. بنتهم اللي عمرها ما كانت بترتب ولا تنظف بقت منظمه ونظيفه، شكلها اتغير تماما. حسوا انها كبرت وبقت مسؤوله عن نفسها فعلا. ومن اليوم ده الراجل بقى بيجي كتير يطبخ لها اكلات طعمها جميل وصحي، ويساعدها ينظف الاوضه كمان. وفي يوم كانت مضطره تشتغل وقت اضافي، فادت له مفتاح البيت عشان يدخل قبلها. ولما رجعت بالليل لقت ريحه الشوربه مليت المكان، وكان مستنيها بعشاء سخن وشوربه خضار معموله بحب.